السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حصريات أهلاوي. وكالعادة قبل أن نبدأ لا تنسوا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى بركة الله نبدأ بالعناوين. الكشف عن كل التفاصيل المالية في عقد مصطفى العش مع الأهلي. الخطيب ينفجر ويوافق على رحيل نجم الأهلي في يناير. في صفقة تبادلية مع دينامو الوسط، بغداد بونجاح ينتقل للأهلي. وإليكم التفاصيل. يبدو أن مسؤول النادي الأهلي بدأوا مبكرا في حسم العديد من الصفقات التي طلبها السويسري مارسيل كولر من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل المباريات القوية التي سيخوضها الفريق. وطلب السويسري في تقريره الفني الذي تقدم به إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء أنه في حاجة لخدمات مدافع جديد من أجل التواجد مع الفريق والموافقة على رحيل يوسف أيمن لعدم الاقتناع بخدماته الفنية والبدنية. وفجرت مصادر مسؤولة داخل النادي الأهلي التفاصيل المالية بشأن عقد مصطفى العش لاعب الفريق الأول بنادي زد، والذي بات قريبا من الانتقال إلى الفريق الأحمر عقب موافقة السويسري على ضم اللاعب. وأكد المصدر أنه سيتم التعاقد مع مصطفى العش في يناير المقبل. اللاعب وقع على عقد مدته 4 سنوات ونصف، وسيحصل على 40 مليون جنيه خلال ال4 سنوات التي سيتواجد فيها داخل الفريق. ويعد مصطفى العش من المواهب الشابة القوية داخل الفريق، بجانب أنه مدافع قوي وقادر على سد الثغرة المتواجدة في الخط الخلفي لدى الفريق الأحمر، لا سيما أن الفريق في حاجة إلى مثل هذه النوعية من اللاعبين. شهدت الساعات الماضية أنباء إعلامية أفادت بموافقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على رحيل نجم الفريق في يناير عقب استطلاع رأي السويسري المدير الفني للفريق لعدم حاجة الفريق إلى خدمات اللاعب، بجانب رغبة الأهلي في التعاقد مع لاعبين أجانب من العيار الثقيل. وأكد المصدر أن محمود الخطيب وافق على رحيل رضا سليم إلى الوداد المغربي، ولكن بشرط أن يكون الرحيل على سبيل الإعارة فقط، وعودة اللاعب من جديد إلى القلعة الحمراء، ولم يتم صدور قرار برحيل اللاعب بشكل نهائي كما تردد. وفجرت صحيفة المنتخب المغربية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اقتراب رضا سليم لاعب الفريق من الانتقال إلى الوداد المغربي في يناير المقبل عقب خروج اللاعب من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر. هناك محاولات قوية من قبل إدارة القلعة الحمراء للتعاقد مع اللاعب بغداد بونجاح من أجل الظهور بمستوى قوي خلال مباريات كأس العالم للأندية. واتفق الأهلي على كافة تفاصيل التعاقد، وجري المفاوضات حاليا مع الشمال القطري الذي طلب التعاقد مع مروان عطية، وهو ما رفضه الأهلي. الشمال القطري رفض فكرة بيع اللاعب للنادي الأهلي ووافق على إعارته قبل كأس العالم للأندية في الصيف المقبل كهدية للفريق الأحمر. وكان هناك جلسة بين مسؤول الأهلي واللاعب ومسؤول الشمال القطري في القاهرة. إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية أخبارنا اليوم، وفي النهاية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، وانتظرونا في حلقات وأخبار أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.